يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. الحقيقة ان في سؤال بسيط جدا بس عمره ما كان سهل. انت شايف نفسك تستاهل ايه؟ انا مش هسألك بتحب نفسك ولا لأ، ولا هقولك اعمل تأملات وامتن لحياتك. انا بس عايز احكي معاك عننا، عن ليه ممكن نبقى طيبين قوي مع الناس وقاسيين قوي مع نفسنا، وليه اول ما بننجح بنحس انه صدفة، واول ما بنغلط بنحس اننا فشلنا للابد. الحقيقة دي مش حلقة نصايح، دي حكاية عن تقدير الذات، وازاي بنضيعه مننا واحنا مش واخدين بالنا. وفي البداية، هو يعني ايه تقدير ذات؟ تقدير الذات مش ثقة بالنفس. تقدير الذات هو احساسك الداخلي بقيمتك حتى من غير ما تعمل حاجة. هو اللحظة اللي بتقول فيها لنفسك انا كفاية حتى لو لسه ما وصلتش. علماء النفس زي كارل روجرز قال ان الانسان محتاج يشعر بالقبول غير المشروط، يعني يتقبل نفسه حتى لو عنده اخطاء ونواقص وعيوب. بس المجتمع للاسف علمنا العكس، علمنا انك تستاهل تتقدر لما تنجح، لما تبقى الاول، لما تكون زي فلان. بس الحقيقة ان قيمتك مش مرهونة بانجازاتك. وهنا انا عايزة اقولك فين بقى بنفقد تقديرنا بالذات. بنفقد تقديرنا لنفسنا لما نبدأ نقارن، لما نصدق اننا اقل، او لازم نثبت طول الوقت اننا كويسين. ممكن صوت جواك يقولك انت مش كفاية، والصوت ده ساعات بيكون صوت قديم، صوت حد من الماضي، يمكن أهل، يمكن مدرسة، يمكن تجربة جارحة، وكل ما نسكته بيرجع أعلى. طيب نعمل إيه؟ الحقيقة إن في 3 حاجات بسيطة بس مش سهلة. في البداية راقب صوتك الداخلي. لما بتغلط بتكلم نفسك ازاي؟ افصل بين ذاتك وسلوكك. انت مش تصرفاتك، انت اكبر من كده. ابدأ بتقبل نفسك زي ما هي، مش بمعنى انك ما تتطورش، لكن بمعنى انك تستاهل تكون محبوب حتى وانت مش كامل. ونصيحتي ليك في الحلقة دي، تقدير الذات هو نبع القوة اللي ما بيخلص. لما تحب نفسك حياتك هتنور وتتغلب على كل العقبات. ما تخليش كلام الناس يقلل من قيمتك. انت كنز غالي، وكل يوم فرصة عشان تكون أجمل وأقوى. وفي النهاية، تقدير الذات مش حاجة بتتشاف، بس بتتسمع في نبرة صوتك، وبتتحس في طريقة مشيتك، وبتبان في اختياراتك. لما تعرف انك تستحق الافضل هتبطل ترضى بالاقل. اسأل نفسك النهاردة، لو انا بحترم نفسي فعلا كنت هتصرف ازاي؟ شكرا انك سمعتني، وشكرا انك بدأت تسأل السؤال الصح. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. واشوفكم الحلقة الجاية.